السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة آيس كريم. لزوم الصيف والحر اللي احنا فيه، حاجة كده ترطب على قلوبنا. من حبتين أو 3 من الموز هتعملي أحلى وأطعم وألذ آيس كريم، وكمان بكمية وفيرة جدا، وطعمه وقوامه حاجة كده رهيبة، ومغذي جدا لأطفالنا لأنه معمول بفاكهة طبيعية بدون ألوان أو نكهات صناعية. هنعمله بطريقة سهلة ومكونات مفيش أبسط منها. تقدري تعمليه في قوالب أو بدون قوالب، وفي الحالتين هيطلع طعمه تحفة. أنا متأكدة إنه هيعجبك وهيعجب أطفالك جدا. أحلى وأوفر وأطعم من بره بكتير. ياريت لايك ونسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الطريقة. هنحتاج ل3 حبات من الموز، وتقدري تعملي أكتر أو أقل على حسب ما انت حابة، يعني أي كمية انت عايزاها. احنا عارفين إن الموز من الفاكهة المغذية جدا، مليان بالطاقة والبوتاسيوم والكربوهيدرات وكمان الحديد، فقيمته الغذائية عالية جدا، وفي نفس الوقت سعره مش بيكون غالي. وبعد ما قشرناه وقطعناه هناخده ونحطه في الكبة أو في الخلاط، وعلشان لونه ما يغيرش أو يسود حط عليه عصير ليمونة، وهننزل عليهم ب3 معالق كبار من العسل الأبيض، يعني حوالي 70 جرام. وهضيف عليهم كمان علبة زبادي كبيرة بمقدار 150 جرام، أو تجيبي علبتين صغيرين وهيكونوا نفس المقدار. وهنضربهم كويس جدا لحد ما الخليط ينعم ويتجانس مع بعضه. وممكن تستبدلي العسل بربع كوباية من السكر البودر. أنا حبيت أستخدم العسل الأبيض علشان أعلي من القيمة الغذائية أكتر. وتقدري تعملي الخطوة دي في الخلاط أو بالهاند بلندر أو في الكبة زي ما احنا عملنا. والخطوة اللي بعد كده معايا كوباية من الكريم شانتيه، ما يعادل 6 معالق كبار، وهضيف عليهم كوباية من المية الساقعة المتلجة، وهننزل بيها بالتدريج، وهنضرب لحد ما يكون قوامها ناعم وكريمي، وفي نفس الوقت تكون متماسكة. وكمية المية بتكون على حسب نوع الكريمة، يعني أكتر أو أقل على حسب ما تحتاج معاكي. أنا مستخدمة كريم شانتيه محلى، يعني منضاف عليه سكر، فلو كنت مستخدمة كريم شانتيه خام فهتضيفي ربع كوباية من السكر علشان تظبطي طعم الكريمة أكتر. وبعد ما وصلنا للقوام المظبوط للكريمة هننزل عليها بخليط الموز اللي كنا محضرينه في الأول، وهنضربهم لحد ما يمتزجوا مع بعض، يعني بنمزج الموز مع الكريمة. وتقدري تعملي الخطوة دي بالسباتولا أو بالمضرب السلك، فبما إننا مستخدمين المضرب فكملت بيه عادي. شفتوا بقى آيس كريم أسهل من كده؟ يا دوب ضربنا الموز ونعمناه وبعدين ضفناه على الكريم، ما احتاجناش خطوات كتير ولا مكونات كتير. أسهل وأبسط وأوفر آيس كريم ممكن تعملوه في حياتكم. طيب حابين توقفوا لحد كده براحتكم، ولو حابين تنوعوا شوية فهتاخدي شوية من الخليط أي كمية انت عايزاها، وهنخليها بطعم الموز مع الشوكولاتة. فأخدت حوالي تلت الكمية، وضفت عليهم معلقتين كبار من النوتيلا أو الشوكولاتة قابلة للدهن، وممكن بدل النوتيلا معلقتين من الكاكاو الخام، هيديكي طعم ولون فوق الممتاز. وهقلب الشوكولاتة أو الكاكاو مع الخليط، وتقدري تتحكمي في درجة اللون إن كانت فاتحة أو غامقة بإنك تضيفي كمية كاكاو أكتر أو أقل، فده بيرجع لذوق حضرتك. خلاص كده هنروح بقى نجهز القوالب اللي هنصب فيها الآيس كريم، وهنحط الأستيك الخشبي بالشكل ده. وبعد كده حطيت الآيس كريم في كيس حلواني أو كيس تلاجة عادي علشان نقدر نوزعه بكل سهولة ومن غير ما نبهدل الدنيا من حوالينا. وبعد ما بنوزعه بنخبطه علشان يتساوى ويكون سطحه ناعم، وهنوزع اللي بالشوكولاتة كمان بنفس الطريقة. طيب ده لو احنا عندنا قوالب سواء كانت سيليكون زي دي أو البلاستيك العادية. فلو بقى ما عندناش أي قوالب نعمله فيها، تقدري تصبيه في أي كوبايات موجودة عندك، أو تصبيه في علبة كبيرة وتاخدي منها وقت التقديم. ودي الكمية اللي اتبقت معانا هنصبها في العلبة وهعمل فاصل بينهم علشان نرضي جميع الأذواق. وبعد كده هنغطيها بالغطا بتاعها أو بستريتش راب علشان ما تكونش على سطحها تلج ويعمل مية بعد كده، وكمان يغير في قوام الآيس كريم ويخليه ما يكونش متماسك ويسيح بسرعة. وبعد ما خلصناها هناخد كل الكمية وهنحطها في الفريزر أو المجمد لمدة ما تقلش عن 8 ساعات، والأفضل تسيبيه لتاني يوم. ما شاء الله، شايفين ال3 موزات عملوا لنا كمية كبيرة ازاي؟ اللهم بارك.
وده كان تاني يوم خرجته من الفريزر وهنبدأ نشيله من القالب بتاعه. وعلشان الجو حر جدا الأيام دي فيادوب نشيله ونحطه في الشوكولاتة على طول. شايفين شكله؟ اللهم بارك، في منتهى الجمال. ولو حابين تاكلوا كده فده براحتكم. وعلشان نخليه شكل الجاهز فهنغطسه في الشوكولاتة ويتغلف بطبقة حلوة منها. أخدت 200 جرام من الشوكولاتة الخام وسيحتهم على حمام مائي، وضفت عليهم 3 معالق كبار من الزيت علشان تديني لمعة حلوة. وبعد ما بنغطسها في الشوكولاتة هنسيبها في ايدينا لثواني، يعني لنص دقيقة، لحد ما الشوكولاتة تتماسك. هي ما بتاخدش وقت أصلا وبتتماسك بسرعة جدا. وما بنحطهاش في الطبق على طول علشان ما تلزقش في الطبق أو تعمل طبقة شكلها مش حلو من تحت. ما شاء الله، أحلى وأسهل آيس كريم، حاجة كده بيرفكت في الشكل وكمان الطعم. وطعم ونكهة الموز فعلا رهيبة، حاجة كده فوق الوصف. طعم طبيعي ومغذي وفوائده كتيرة جدا. والأحلى من كده إنه موفر وكميته كبيرة وبأقل الإمكانيات كمان. وده الآيس كريم اللي عملناه في العلبة، ما شاء الله، بسحبه بالمعلقة بكل سهولة، وناعم وكريمي وفي نفس الوقت متماسك، وبصراحة طعمه تحفة. ممكن تقدميه لأولادك في بسكوت الآيس كريم وتفرحيهم أكتر، أو تقدميه في العلب الكيوت القمر دي، شكلها برضو جميل وحلو قوي. اللهم بارك، شكله جميل وقوامه ممتاز وطعمه في منتهى الجمال، سواء اللي بالشوكولاتة أو اللي من غير. جربيه وهيعجبك جدا. وياريت أعرف رأيك بتعليق صغير منك، أكيد هيفرق معايا جدا. وبالنسبة لأولادي فمنهم اللي حب الشوكولاتة أكتر ومنهم اللي حب السادة أكتر، فما حرمناهمش من أي حاجة، عملنا ده وده وبألف هنا. وتقدري توزعي عليه صوص كراميل أو صوص شوكولاتة، ودي خطوة اختياري، ممكن تعمليها أو لأ. عملنا أحلى آيس كريم، أنا هسميه آيس كريم التوفير والطعم اللي ملوش مثيل. عملناه بطريقة سهلة ومش مكلف خالص. لو هتشتري الكمية دي كلها من بره فهتكلفك كتير جدا، ومش هتكون بالطعامة دي أبدا. لا استخدمنا ألوان صناعية ولا حاجة مضرة، طبيعي 100%، والطعم والقوام فوق الوصف، حاجة كده روعة جدا. أتمنى تجربيه بنفس الطريقة، وإن شاء الله أنا واثقة إنه هيعجبك جدا جدا. ويا رب أكون قدرت أوصلك كل المعلومات عن الوصفة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. أتمنى يكون فيديو النهاردة نال إعجاب حضراتكم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. دمتم بخير وصحة وحفظ من الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.